السلام عليكم حبايبي متابعينا، ان شاء الله بصحة وعافية. اليوم اجيتكم بالتشيلي فراي اللحم العراقي، بس احنا بديل اللحم اللي هو الباذنجان. طبعا انا اقطعه بهاي الصورة، هاي قطع كلش صغيرة وكأنها شلون قطع اللحم احنا بنقطعها ونسوي تشيلي فراي اللحم العراقي. وهنا عندي قطعة من الفلفل وقطعة صغيرة من الفلفل الحار مالت الطرشي. وهنا أيضا عندي الطماطة قطعتها ناعم، وهنا عندي قليل من الكرفس. وطبعا حبايبي هي أكلة اقتصادية بدل اللحم نخلي الباذنجان. هاي أمامكم قطعة واحدة طبعا كلش كافية، هاي القطعة هي كبيرة وانتو حسب الكمية اللي انتو تردوها. إذا تردون ضعفوا المواد، يعني أنا باذنجانة واحدة سووها باذنجانتين، هنا فلفلة واحدة سووها 2 فلفلات، أيضا فلفل الحار بالطرشي وحدة، إذا عاجبكم وحدة عوفوها خلوها وحدة، أو ضيفون عاجبكم الفلفل الحار المطحون. هنا عندي طماطتين أو 3، وهنا عندي أيضا الكرفس، فأنتوا راح تضعفون هذا حجم هاي الأكلة. والطعم كلش طيب وأكلة اقتصادية وتفيد طبعا اللي ياكلون النباتيين، يعني هم ما يحبون اللحوم، فهذه أكلة كلش طيبة ومفيدة ومغذية بنفس الوقت. يلا تعالوا خلي نقل المواد كليتها. وهنا حبايبي هسه راح نروح ونقلي الباذنجان سوية. هنا عندي الطاوة حامية وراح أضيف فيها الدقيق. وصلنا هذا مرحلة القلي الباذنجان، راح أضيف عليه الطماطة. وهنا حبايبي راح أقلبه وياه وأخليه شوية يدبل وأرجع لكم. وهنا حبايبي بعد ما دبلت شوية طماطة راح أضيف عليه الفلفل الأخضر والفلفلة الحارة. وهنا حبايبنا راح أضيف رشة من الملح. وبعد ما ضفت رشة الملح راح أضيف الكرفس. وهنا حبايبي عندي خيارة واحدة وعندي نص جزرة، راح أثرمها وراح أبرشها وأرجع لكم لعمل الزلاطة. وهنا أنا ثرمت الخيار، هاي قطع صغيرة، وهنا برشت الجزر وثرمت قليل من الكرفس، وراح أخلي هاي إضافات طبعا. وعندنا هنا الجزر راح أقسم، هنا نص، وهنا أيضا قليل من الكرفس. طبعا الزلاطة عالم لا ينتهي، انتوا بكيفكم بعض الله يتمكم شنو تحبون انواع السلطات انتوا راح تسووها. وهاي هنا راح اكمل بقية المواد كلها راح اضيفها. هنا حبايبي راح اضيف عليها رشة من الملح. هنا طبعا شكلها وحده يشهي ويخبل، بس انا شنو راح اضيف عليه؟ راح اضيف عليه قليل من الروبه او اللبن الزبادي، انتوا بعد كيفكم. انا عندي هذا اللبن الخاثر راح اخلي عليه، وطبعا الطعم كلش راح يصير كلش طيب. وراح اخلطها سوية. وقلت لكم السلطات عالم لا ينتهي، انتوا شنو تحبون انواع السلطة تقدرون تسووها. وهاي هنا امامكم طبعا بطعم الروب الخيار والجزر والكرفس، وطبعا بنفس الوقت مغذية ومفيدة للصحة وطبعا كلش طيبة. وهنا كملت هاي بقية السلطة، هنا هاي أمامكم. وهاي طبختنا لهذا اليوم طبعا أيضا جهزت وكملت وتخبل كلش، شكلها حلو والألوان زاهية وطلعت تخبل وتجنن. وهاي قدامكم، وأتمنى إنه حبايبي لا تنسون اللايك. وهاي هنا حبيت أضيف كرفس للزينة يعطيها منظر كلش حلو. هاي هنا حبايبي هاي أكلتنا اليوم، وهي التشيلي فراي العراقي بالباذنجان مو باللحم حبايبي.
وخاصة قلت للنباتيين اللي ما يحبون اللحوم. وهاي الزلاطة مالتنا طبعا كلش طيبة، أنا مجربتها سابقا، وهاي أمامكم، وسهمكم ألف عافية.